اجواء خياليه لا توصف. بالرغم من تساقط الثلوج، المغاربه ديال سويسرا وخصوصا مغاربه زوريخ خرجوا باش يحتفلوا بهذه اللحظه التاريخيه وبهذا الحدث التاريخي، وصول المغرب الى نصف النهايه. شرف المغرب وشرف العرب وكذلك القاره الافريقيه، ونتمنى صادقين ان يتم التتويج بكاس العالم، ولما لا، فقط اننا نثق في راسنا كما قال وليد الركراكي. تساقط الثلوج وانخفاض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر لم يثني أفراد الجالية المغربية المقيمة بسويسرا في مدن كزوريخ وجنيف ومونترو ولوزان وغيرها من المدن السويسرية من الخروج إلى الشوارع والساحات الكبرى للاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم بعد الفوز الكبير على منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي بهدف دون مقابل. احسن احساس في العالم، احسن احساس. تا واحد ما ثق فينا، كلشي قال لك غتوصلوا غير غتلعبوا غير ماتش وتخرجوا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. كيما قال الركراكي نديروا النيه غنوصلوا بعيد، واحسن احساس في العالم. شكرا شكرا شكرا. احساس جميل، احنا فرحانين اليوم ان شاء الله. عندنا عيد، كنتمنوا الفريق الوطني ان شاء الله يفوز كذلك بنصف النهايه، ولما لا النهايه. نتمنوا ان شاء الله حتى الكاس، وفريق وطني فريق محترف. هنا وسط مدينة زوريخ نزل المئات من المغاربة والعرب وجنسيات أخرى مرددين النشيد الوطني وبعض الأغاني الوطنية وحاملين الأعلام ومرتدين قمصان اللاعبين. نزلوا ليتقاسموا تحت تساقط الثلوج الفرح والفخر بالانتماء لهذا الوطن وبالإنجاز العالمي الغير المسبوق في تاريخ المشاركات العربية والإفريقية في الدورات السابقة. الحمد لله فرحنا فرحه كبيره، عرفتي ما تصورش. هذا الاحساس ما عمر حسينا به، يعني من 1986 فاش كنا ديك الساعه ربحنا البرتغال 3-1، والحمد لله ربحناهم عاوتاني دابا بجهد الله. احساس ما يتصورش، يعني احنا فرحانين في هذه البلاد، فرحونا الله يسهل عليهم. بغيت نقول كلمه واحده، انا ثقوا في ولاد البلاد، راه نهار اللي ثقنا في وليد الركراكي ولد البلاد راه هز لينا الفرقه، وما كاينش واحد لا يعطي داك الجهد كامل اللي يعطيه ولد البلاد. إنجاز وليدات الركراكي حول ما كنا نعتقده حلما من قبل إلى حقيقة على أرض الواقع، لتكبر بذلك الطموحات طمعا في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تجاوز عقبة المنتخب الفرنسي في المربع الذهبي.